لو بيت أهلك بيت أصول هيربوك على الصح والغلط والقيم والمبادئ، هتطلع منه شخص بريء ولطيف وبتتعامل مع الناس كلها بحسن نية. بس لما تطلع للعالم هتتصدم، مش هتلاقي حد زيك. هتمشي عدل هيتعوجوا عليك، هتتعامل بطيبة هيستهبلوك، هتعمل خير هيترد لك شر. وبعد شوية صدمات محترمة هتكشف لك إنك لازم تتغير وتنشف وتواجه الحياة بردود أفعال مناسبة. هتبدأ تسأل نفسك، هم أهلي كانوا المفروض يربوني على المثالية والحياة الجميلة، ولا كان لازم المفروض يعرفوني حقيقة العالم علشان ما اتصدمش لما أخرج له؟ ساعات كتير بسأل نفسي، هو أنا المفروض أربي عيالي إزاي؟ أربيهم على كلام ربنا لما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا أربيهم على إيه؟ أقول لهم إن حقك تقدر تاخده بالقانون، ولا الدنيا كلها ينفع تمشي بالدراع والمحسوبية؟ لو حكينا لهم قصص الخير اللي بينتصر على الشر هيطلعوا يلاقوا العكس. لو قلنا لهم إن الطيبين هم اللي دايما بيحصل لهم حاجات كويسة وحياتهم بتكون حلوة، هيطلعوا يلاقوا إن الطيبين ملهمش مكان وسط المنافقين والمطبلاتية، ودايما حقهم متاكل ومبيحصل لهمش أي حاجة كويسة. السؤال بقى، هل هيستوعبوا كل التناقضات اللي هنقولها لهم دي؟ هيقدروا إن أهلهم مشوشين بين الصح والمفروض؟ أنا حقيقي مشفق على الأجيال اللي جاية. أنا حقيقي مشفق على الأجيال اللي جاية. أنا حقيقي